ازيكم معاكم ادري. في ناس كده ليها تصريحات زمان، دلوقتي لما بتشوف تصريحاتها بتختلف الدنيا. ما تيجوا نشوف. احنا بنلعب النهارده الزمالك والحكام. انا حزين ان الحكم ساعد نادي الزمالك ان هو يرجع للماتش مره تانية. ان لازم الناس اللي جوه نادي الزمالك اللي شغاله واللي بتعبر عن نادي الزمالك في الاعلام ان هم يبطلوا نغمه ان الزمالك مظلوم. ان طول ما الناس جوه نادي الزمالك بتفكر في المظلوميه وناقلين الكلام ده للجماهير عن طريق الاعلام الزملكاوي، نادي الزمالك هيفضل بياخد بطوله الدوري كل 6 7 سنين. في كل الاجيال التي تم تدميرها بنجاح داخل الزمالك كانت بايد اولاد الزمالك. انت النهارده لما بتفضل كمسؤول جوه النادي بتتكلم على التحكيم وبتتكلم على المظلوميه وبتتكلم ان الاهلي بيتجامل وبتتكلم ان الزمالك مش عارف، بتتكلم على الكلام ده، انت بتبني جوه الطفل الصغير اللي جوه النادي ان هو دايما عنده عذر ودايما عنده اكسكيوز، ده احنا الحكم، ده احنا كذا. فلما جيت طلعت ان انا قلت الكلام ده اتهاجمت من الزملكاويه، لكن انا فعلا شايف انا نفسي ان الناس اللي جوه نادي الزمالك والناس اللي بتعبر عن الزمالك في المنافذ الاعلاميه الرسميه وغير الرسميه لنادي الزمالك ان هي تبطل ان هي تشتغل على النغمه دي. ليه؟ لان دي اسهل نغمه. انت لما بتتكلم في حته الظلم والكلام ده انت بتدي للعيب بتاعك عذر ان هو يتغلب. ما ده اللي بقول عليه. اكسكيوز يا عم، اسهل حاجه ده احنا نادي مظلومين وبتاع. لا، وانا بدرب الزمالك تمام كنت بقول كلام للحكم، يعني ايه، مش عايز اقول لك ايه، عيش في السجن تمام. يعمل نفسه ايه، ما مش واخد بالي. وانا ماسك وادي دجله يا عيني مثلا ولا المقصه ولا بتاع، اقسم بالله ده اقول بس والله العظيم والله مره قلت الحكم البنا تمام، قلت له مره يا كابتن حرام عليك اللي انت بتعمله، انا عملت لك ايه؟ راح مديني الاحمر. اقسم بالله انه قرب مني راح مجزعلي وراح مديني الاحمر. قلت له تقدر تعمل معايا كده وانا بدرب الزمالك؟ تخيل حضرتك لو انت بكره الصبح بقيت رئيس نادي الزمالك وداخل بتصلح. ايوه انت بتصلح حاجات ماشيه غلط بقى لها 40 سنه، حاجات بقى لها 30 سنه، من هيكله اداريه، موظفين، نظام شغل، عقليه، منتاليتي. لعيب لسه داخل، لسه اول مره يخش نادي الزمالك. وانا فاكر كويس قوي كان فرحان جدا ان هو جاي الزمالك. فجاله لعيب كده، لعيب كبير في نادي الزمالك يعني، قال له ايه؟ قال له يا ابني ايه اللي جابك هنا؟ ده احنا كلنا عايزين نمشي من هنا. واحد من كباتن الزمالك، احنا كلنا بنهرب من هنا، ايه اللي جابك؟ فالواد يا عيني بصيت في وشه الفرحه، لا الفرحه اللي كان هو داخل بيها الزمالك مره واحده خلاص. الواد ده هيلعب تاني ازاي؟ اللعيب ده ما لعبش في الزمالك. الزمالك كل 7 8 سنين بيقدر يبني جيل بمدرب يقدر بعديها يكسب الدوري 5 6 سنين ورا بعض. ما بيحصلش، يتم هدمه عن عمد. وانا ما بقولش ان بيتم هدمه من بره النادي، لا لا لا، انا مش بتاع الكلام ده، من جوه النادي. كابتن جوهري لما جه عمل منظومه في الزمالك جامده جدا. كابتن جوهري بقى حكي لي الكلام ده بنفسه. تم محاربه كابتن جوهري من نفس الشخص اللي حارب ديف ماكاي. حاربين. هو شخص واحد؟ لا، شخص بشلته. وزي ما شفنا تصريحات كابتن احمد حسام ميزو في زمان كان شكلها ايه، نشوف تصريحاته دلوقتي وهو واحد من منظومه الزمالك ايه. موجودين النهارده في موقف احنا ما كناش نتمنى ان احنا نتحط فيه. كلنا بنتابع ما يحدث في مباريات الدوري المصري الممتاز وما يحدث لنادي الزمالك خاصه في ملف التحكيم والاخطاء التحكيميه. احنا عارفين ان الاخطاء التحكيميه جزء من اللعبه وجزء من الرياضه وجزء من كره القدم، ولكن لما يكون نادي الزمالك هو اكبر المتضررين خلال الموسم، يبقى احنا في مشكله كبيره. احنا النهارده وبناء على تحليل كل الحكام الدوليين والخبراء التحكيم الدوليين اللي سالناهم، نادي الزمالك النهارده وانا بتكلم معاكم كان المفروض يبقى على قمه الدوري. وانا النهارده مش هتكلم عن المنافسين استفادوا ازاي من التحكيم، لان دي مش قصتي، رغم ان هي قصتي، بس برضه دي مش قصتي. انا راجل ببص لنفسي. ادوا الزمالك العداله ونفسه على المركز الثاني. ده كلام محمود الجوهري، اعظم مدرب في تاريخ مصر، الله يرحمه. ما عنديش اي تعليق بصراحه، خلاص يعني ما فيش تعليق يتقال.
جبنا فيديوهاته زمان وجبنا فيديوهاته لما دخل مجلس الإدارة، وكان معتاد الهجوم بالكامل على ان هم الوحيدين اللي خسرانين في الدوري، وهم بيخسروا الدوري بسبب التحكيم وبسبب اللي بيحصل. المؤامرة الكونية كلها عليهم هم بس، مش على حد تاني. محدش بيقول ان التحكيم في مصر كاملا حالته يعني لا تسر عدو ولا حبيب. بصراحة احنا ما عندناش تحكيم في مصر، حتى بالفار بأي حاجة ما فيش خالص. فربنا يوفقه، ربنا يوفقه كده ويعيش المظلومية اللي هو نفسه في الفيديوهات اللي احنا شفناها في الأول كان ضدها. بس طبيعي بما انه دخل منظومة إدارة نادي الزمالك بقى واحد من الأعضاء، لازم يطلع يقول نفس الكلمتين عشان السبوبة تمشي. بس كده، سلام.